السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نتكلم كده لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شرح النهاردة عن طريقة حظر من الدردشة الوهمية او نسخة العكس حسب ما انت بتقولها في بلدك. تمام، عايزك تتابع الشرح بتاع النهاردة علشان الفيديو هيكون فيه باسورد اللي هو بتاع البند. الباسورد هيكون مكون من 4 أرقام، فلازم تركز معايا لحد نهاية الفيديو. مش عايزك ولا تقدم ولا تأخر علشان مفيش أي حاجة تفوت. وبس كده طبعا عشان مطولش عليكم أكتر من كده، يلا بينا نخش على شرح الفيديو. هنخش على النسخة زي ما انتم شايفين. طبعا لازم وده أهم حاجة إن يكون ما بينك وما بين الضحية شات. بعد كده بتدوس على 3 نقط وتدوس على البرايفسي، تدوس الغاء، تفعل زر العكس ونطلع. تمام، نخش على الدردشة اللي ما بينك وما بين الضحية. هتلاقي كل الكلام يتعمل من الناحية التانية. كل ما عليك انت هتحط البند وتكتب رقم الضحية تحت، ولو في اي مسافات هتحذفها، وبعد كده ترمي البند ونطلع ندوس على البرايفسي، الغاء، وقف العكس ونرجع تاني ونخش. تمام، زي ما انتم شايفين اهوت ان البند ما شاء الله محطوط من غير اي مشاكل، من غير اي حاجه. طب ليه احنا قفلنا العكس؟ علشان لما نيجي نبلغ البلاغات تكون واصله صحيحه وما فيهاش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين في الشات عندكم اهوت ادي البند ظاهر باللينكات. طب افرض مثلا اللينكات مش جايبها باللون الازرق، هتقوم جايب النقطه زي ما رميت لك كده علشان لما تيجي عشان لما تيجي تبلغ البلاغات تكون تمام. ما هو البلاغ يعني انت البند ما بيكونش كلام بس، لا بيكون كلام واللينكات عشان الاتنين بيساعدوا بعض ويبلغوا. المهم هنبلغ. تمام، ادي كده 2. طبعا هنبلغ كام بلاغ يا عم لافا؟ هنبلغ 20 بلاغ على البروفايل و20 بلاغ على البند. طب افرض ما طارش، هتشد من نسخه كمان، يعني هتزود نسخه. طب ما طارش، هتزود كمان نسخه. ما طارش، هتزود كمان نسخه. معلش للاسف عشان نزود بند اباحي. يعني البند دوت يا اسطى بيطير، يعني اكتر حاجه بيطيرها من 4 نسخ، واقل حاجه بيطيرها من نسختين. انا عاكس على نسخه ومصور من النسخه الثانيه علشان يعني اسرع لك الفيديو وانت بتشوف. تمام، اول باسورد في اول رقمين قصدي في الباسورد. تمام، هم 75. ركز معايا علشان كل كلمه هتتقال في الفيديو لازم تكون مركز فيها وتكون مصحصح. كده اتبقى رقمين هتسمعهم في كمان شويه او في اخر الفيديو الله اعلم، فلازم تتابع لحد النهايه. وطبعا يا اخواتي زي ما انتم شايفين، انت بس كل اللي عليك بتعمله بتبلغ. تمام، البندات الاباحي ايه فايدتها وايه احسن حاجه منها؟ ان البندات الاباحي لما بتنزل اولا ما بتتحرقش بسرعه، ثانيا لما بتيجي تطير بتطير من نسخ كتير. تمام، طبعا ناخد قبل. بسم الله. تمام، الرقم يا اخواتي ما طارش، وده حاجه طبيعيه طبعا، لان البند الاباحي مش بند اللي هو بند القمار اللي انت تبلغ 3 4 بلاغات وتطير. طب ليه مثلا يا لوفا ما نزلتلناش بند من اللي هي البندات اللي هي بتاعه اللي هو مثلا القمار والكلام من ده والمراهنات؟ احب اقول لك ان ده اقوى واحسن مليون مره. التاني لو بلغت ما بيطيرش اصلا، انت فاهم، ممكن يطير مره واحده. طب والحمد لله الرقم طار. تمام، واحنا بنتكلم اهوت الحمد لله طار. عشان برضو اثبات ان البندات الاباحي بتبقى من اقوى البندات في المجال عامه ومفيش زيها على فكره. يعني انت مهما توقعت بدماغك كده مش هتعرف تجيبها. تمام، واخر رقمين معانا الا وهما 50. يا رب تكون استفدت بالفيديو. طبعا هتلاقي نسخة التوثيق ونسخة العكس والبند كمان كلهم عندي في قناة التليجرام. هتلاقيني سايب لك اللينكات تحت. طبعا حابب بس اقول كام حاجة كده. اول حاجة الناس اللي بتتكلمني بخصوص ان ارقامهم محظورة اسكتلي او واتس، طبعا الحظر خش كلمني وباذن الله هفك لك ارقامك في اسرع وقت. تاني حاجة ألا وهي الناس اللي بتيجي تقول لي يا اسطى فك لي رقمي مثلا وعشان مثلا مش معايا فلوس. والله يا صاحبي أنا بعمل الحاجة ديت بتبقى مثلا قبل رمضان بيوم أو يومين ونفك الأرقام لكل الناس بإذن الله. تمام. برضو في حاجة كمان عايز أقولها لكم، إن في طبعا ناس بتنتحل اسمي وطبعا يوزراتي، فمفيش غير اليوزر اللي هو باسم لافا اس 1 أو لافا شرطة اس 1 زي ما مكتوب عندكم في الشاشة من فوق. وبس كده، سلام، اشوف وشكم بخير.